في الليالي الهدوء فيها بيكون مخيف أكتر من أي دوشة. هدوء بيوعدك بالأمان، لكنه في الحقيقة بيكون بيجهز لك أكبر خنجر ممكن يغدر بيك. في 1982 في بيروت كان في هدوء من النوع ده، هدوء اشتراه الناس بثمن غالي قوي بأنهم صدقوا الوعد. قالوا لهم خرجوا السلاح من لبنان، خرجوا المقاتلين بتوعكم، واحنا هنديكم كل الضمانات الدنيا ان المدنيين في المخيمات اهلكم وناسكم هيكونوا في امان. امريكا بنفسها ضمنت الاتفاق ده. منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وافقت علشان تحقن الدم، علشان تحمي الناس اللي ما عندهاش ذنب. خرجوا وسابوا وراهم اهاليهم في مخيمات صبرا وشتيلة تحت حماية دولية، او ده اللي هم كانوا فاكرينه. الضمانة كانت كذبة، الوعد كان فخ. في 1982 والجيش الاسرائيلي محاصر المخيمات من كل حتة، فتحوا البوابات لميليشيات لبنانية متعاونة معاهم، وادوا لهم الضوء الاخضر لمدة 3 ايام. 3 ايام والعالم كله بيتفرج. اتحولت صبرا وشتيلة لمسلخ بشري، اطفال، ستات، شيوخ، عائلات كاملة اتمحت من السجلات. السلاح اللي كان المفروض يحميهم سلموه قصاد وعد بالامان، والامان ده كان معناه الموت. لكن القصه ما خلصتش هنا. اسرائيل ما اكتفتش بالمجزره، الهدف كان اكبر من مجرد تفريغ لبنان من السلاح الفلسطيني. الهدف كان القضاء على منظمه التحرير نفسها. بعد ما المقاتلين خرجوا من لبنان متفرقين في كذا دوله عربيه، اسرائيل بدات اكبر عمليه مطارده في تاريخها. بجهاز مخابراتها الموساد فضلت تتتبعهم واحد واحد. الضربة الأكبر كانت في تونس، المقر الجديد للمنظمة. سنة 1985 في عملية سامة الساق الخشبية، الطيران الإسرائيلي قطع أكتر من 2000 كيلومتر علشان يقصف مقر ياسر عرفات هناك. الرسالة كانت واضحة: مفيش مكان آمن ليكم في العالم. خروجكم من لبنان مش نهاية المطاف، ده مجرد بداية لصدقكم في كل مكان. تسليم السلاح ما جابش سلام، ده خلاهم أهداف أسهل. والنهاردة بعد أكتر من 40 سنة التاريخ بيعيد نفسه بصورة أبشع وأكتر وحشية. بنسمع نفس الكلام، نفس الطلبات، نفس الشروط اللي بتتردد في كل مكان في العالم. بيقولوا للمقاومة في غزة سلموا السلاح، سيبوا الأنفاق، وإحنا هنوقف الحرب وهندخل المساعدات والناس هتعيش في سلام. نفس الوعد، نفس الضمانات الكذابة. بيطلبوا من أهل غزة يصدقوا نفس الكذبة اللي أهل صبرا وشتيلة دفعوا ثمنها دمهم. بيطلبوا منهم يتخلوا عن آخر حاجة ممكن تدافع عن وجودهم قصاد آلة قتل لا ترحم. بيطلبوا منهم يراهنوا بحياتهم على وعد من جلادهم. والتاريخ كله شاهد على ان الضمانه الوحيده اللي بتتقدم ليهم هي بارود المدافع. بعد كل اللي شفناه وسمعناه من صبرا وشتيلة لحد غزه، لو كنت انت اللي عايش هناك ومطلوب منك تسلم سلاحك مقابل وعد بالامان، يا ترى كنت هتصدق الوعد ده؟ سلام.